السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحبيب، اعلم تمام العلم أن الإنسان ينظر إلى غيره بعين نفسه وبمعكوس داخله، فالإنسان الطيب يظن الجميع طيبين مثله، والإنسان الصادق يظن الجميع صادقين مثله، وإذا أقسمت له كفى كفى وكفى. والإنسان الكذاب مهما أقسمت له يكذبك، لأنه كذاب، لأنه ما جرب الصدق، ما عم الصدق جنبات نفسه. والإنسان الحي المتثعب ينظر إليك بعين الآفة التي بداخله، سبحان الله العظيم. ولذلك أقول لك انصح غيرك، وحاول أن تقنع الناس بالأمور التي تحب أن تقنعهم بها، ولكن يا صديقي العزيز عليك أن تتقدم إلى باب العقل مرة، فإن وجدته مغلقا فتقدم ثانية، فإن وجدته مغلقا فتوقف وتراجع، ولا تحاول أن تقنع الجميع بالجميع، ولا تظن أن الجميع سيرضى عنك، فوالله هذا الأمر لم يكتبه الله لنفسه ولم يكتبه لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنهم تكلموا في الله وجعلوا له الصاحبة والولد وجعلوا له الشريك، وتكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله در القائل: والله لو صاحبت في الناس جبريل ما سلمت لا من قال ولا قيل. دمتم في أمان الله.